بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ النهارده معاكم في موقع جديد ولوكيشن جديد. اللوكيشن هنا في جراند فيو، كومباوند جراند فيو. اللي من اسكندريه عارف جراند فيو ده اللي هو في وش مديريه الامن، من الناحيه التانيه بيطل على نادي سموحه. يعني انا ورايا هنا الفيو ده كله نادي سموحه. ده اول موقع او اول مساحه ناخدها هنا في الكومباوند. الكومباوند بالفعل بدأ تسليمات للعملاء، وده اول موقع ناخده في الكومباوند ونبدأ نعمل استكمال لأعمال التشطيب. هنا المفروض ان الكومباوند بيسلم نص تشطيب، يعني الارض، البلاط، الكرانيش عادي، فيوتك في السقف، مفيش تجاليد، مفيش اي حاجه. بنبدا احنا نستكمل بقى لو في تعديلات بتتعمل وكده، وبنبدا نشتغل هنا. وعكس كل موقع، كل موقع بقول لكم المساحه بتبقى ضيقه وبنستغل المساحه وبنوظف المساحه والكلام ده كله. هنا بقى الموضوع معايا بالعكس. هنا ما شاء الله المساحه كريسبشن واسعه كويسه، عرض الريسبشن كويس جدا، طول الريسبشن كويس جدا. المطلوب مني بقى برضو في شغل زي كده ان انا استغل المساحه كمان، ان انا ابين ان المكان مليان وان المكان شيك وقيم، ما يبقاش الدنيا فاضيه فاحس ان البيت فقير. فكل شغل المساحه الضيقه بيبقى لها شغل، والمساحه الواسعه بيبقى لها شغل. عشان ما اطولش عليكم يلا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي هنا الريسبشن، تمام. المساحه بتاعته زي ما احنا شايفين، كان مطلوب مني ان انا اوظف فيه 3 قطع وفي نفس الوقت ما يكونش زحمه او ما يبقاش زحمه. فانا اعتمدت ان انا اخف في القطع بتاعه الاساس، وفي نفس الوقت اتقل في الديكور واتقل في درجات الالوان شويه عشان الدنيا تبقى باينه معايا بكم او بحجم شغل كبير وتقيل. فبدات ان انا اوزع المساحه. اول حاجه عملتها هنا، اول قطعه وانا داخل عملت الجزء بتاع البوفيه بالاثنين نيش، وحطيت قدامه السفره بعرض الريسبشن، والسفره اخده معايا 8 كراسي. الكرسي ده لوحده موضوع تاني خالص. يعني الكرسي ده عشان يتفصل وعشان يتنفذ بنفس الشكل والكيفيه دي كده، والشغل اللي معمول فيه الاستانلس الدوران والخشب الظهر مع القعده، ده قطعه وده قطعه، وتجميعه بالشكل ده زي ما هو في الديزاين بالظبط، اخد مننا وقت ومجهود كبير جدا. مع السفره لو ركزنا على قعده السفره، كمل الستيل اللي فيها تعتبر كتله على بعضها. القعده بتاعت السفره شكلها قيم جدا وشيك جدا، وصراحه ادتنا مردود احسن من اللي احنا كنا عايزينه. وعملت هنا الحائط ده، عملته بالتجاليد الخشبيه، عملته 3D، وبدات ان انا اعمل شمال ويمين الخشب الاستريب، وعملت الزرع ده في المدخل، تمام. فاداني اضافه كويسه جدا لاول قطعه او اول جزء معايا. تاني جزء اللي هو في النص ما رضيتش اسحمه، تمام. فاكتفيت ان انا اعمل هنا الكنبه دي او الشازلونج ده في الجزء ده، واعمل الجزء ده في النص، حتى خلفت الشكل بتاع النجفه يبقى تحت منه على طول الترابيزه دي، وعملت الدلايه دي تحت الترابيزه عشان اعمل اختلاف ما بين الجزء اللي هنا والجزء اللي هنا. فانا عملت الجزء ده كفاصل ما بين القطعتين. وهنا عملت الجزء يعني الكرسيين السبايدر دول برضو، تمام، واحد هنا وواحد هنا، وجنبيهم التيبل او الترابيزه، وفوقيهم اللمبادير اللي موجوده بالشكل المميز ده. وراعينا طبعا ان الترابيزه مدوره واللمبادير مدور والكرسي برضو مدور والترابيزه التانيه مدوره والشيب بتاع الكنبه اللي في الوش مدوره. فاخدنا الموضوع كله متناسق او متماشي مع بعض. بعد كده جيت لثالث قطعه اللي هي الخاصه بالضيوف او خاصه بالاستقبال، وفي نفس الوقت اقدر اطل منها على الفيو اللي ورا الخاص بنادي سموحه. عملنا بارتيشن هنا صغير وحطينا فيه شاشه صغيره، عشان مش دي الشاشه الاساسيه، الشاشه الاساسيه تبقى جوه في الليفنج، هنخش جوه مع بعض. وعملت هنا طقم الانتريه زي ما انتم شايفين، واخترت ترابيزه تكون كبيره شويه عشان تملى معايا الفراغ وتملى معايا المساحه. ففي الاخر الناتج او الاجمالي ان المكان بقى هادي جدا ومرتب، وفي نفس الوقت مش حاسس ان المكان فاضي. لسه طبعا عندي شويه اكسسوارات، يعني لسه في تابلو مثلا بيتصنع هاند ميد هيركب هنا تحت الابليك اللي موجود هنا. عندي شويه اكسسوارات بسيطه هتبقى موجوده في الجزء ده. قبل ما ندخل جوه تعالوا معايا اوريكم المطبخ عامل ازاي. ده هنا المطبخ، عملنا له باب طبعا، تمام. دي مساحه المطبخ. الباب ده فيه بلكونه هنا جيب على المنور، فبدات ان انا استغل المساحه. عرضنا الجزء ده عشان الباب ما يبقاش على الاول، فاقدر استغل الجزء ده من الحائط. وبدات ان انا ارتب المطبخ بتاعي بالشكل اللي انتم شايفينه. طبعا المطبخ ما شاء الله مساحته كويسه، فده ساعدني ان انا كمان اقدر اعمل جزء هنا زي كوفي كورنر، واعمل هنا كرسيين هاي تيبل، واقدر ان انا هنا ممكن لو في فطار او غدا او حاجه ممكن تبقى على الجزء ده. هنا عملت التلاجة او الديب فريزر والتلاجة في الجزء ده. بعد كده الحوض تحت الشباك. هنا الكومباوند بيسلمنا ان هو الشباك لحد هنا، فعشان ما يضايقش الخلاط في الفتحه والقفل
فرفعت الجزء ده، عدلت الشباك وخليت الشباك سلايدنج. تمام. والحوض بقى تحت الشباك على طول. هنا في ستاره بعملها على طول في المواقع، بتبقى ستاره رول بتداري على الجزء ده كله وبتركب هنا، فبتداري على الجزء بتاع الشباك، لسه هتركب برده. وعندي غسالة الاطباق وغسالة الملابس، وعندي الديسبنسر بتاع الميه. هنا حطيت البوتاجاز وحطيت الفرن وحطيت الشفاط والمايكروويف. عندي تفصيله هنا مهمه جدا انا عملتها. انا عندي الجزء اللي فوق ده كله، دي كده كاميرا خرسانه، يعني دي كده مش ضلف، دي معموله وش وهمي، ودي كده كاميرا اصلا خرسانه. فانا جلدتها مع المطبخ وعملت لها ضلف ازاز على اساس ان الجزء العلوي كله يبقى ماشي معايا متناسق، ما احسش ان في فرق ما بين الجزء العلوي وان الحته دي تبقى موجوده فاصله لوحدها او باينه ان هي كاميرا. فجلدتها بنفس شكل الضرف الازاز وجلدتها من تحت بنفس لون المطبخ، فادت معايا انطباع كويس جدا. المطبخ بقى اخد الاربع جوانب مش 3 جوانب بس، وادت معايا اضافه جميله جدا للمطبخ. نبدا بعد كده ندخل على الحمام بتاع الضيوف او الجيست باثروم. ده كده الحمام بتاع الضيوف، وبرده في نفس الوقت ممكن استخدمه كحمام رئيسي. عندي هنا الجزء ده عملنا الوحده بتاعه السخان، عملنا وحده هنا حطينا فيها السخان، ومن تحت مستخدمه ليها استخدامات. وبعد كده الجزء بتاع اليونت بتاعه الحوض، وبعدين هنا الشاور، الجزء بتاع الشاور والتويلت فلاش تانك، والجزء بتاع التويلت. وبرده راعينا ان الحمام كله البلاط كله لون واحد، غيرنا بس اللون اللي ورا التويلت يبقى ماشي مع الرخام بتاع الحمام. هنا في الممر عملنا بانوهات بسيطه وعملنا فيها الاكسسوارز الستيل ده كاضافه او نوع او لمسه جماليه بتديني حس للجولد اللي انا دخلت عليه وانا داخل جوه. بعد كده هنا عندي اول غرفه مقابلاني، غرفه النوم الاساسيه او غرفه النوم الماستر. تمام. بدات ان انا اعمل هنا في الجدار ده السرير. عندي هنا الجزء ده في المبنى فيه شطله مش مظبوط، الحيطه دي مفتوحه اللي فيها الدولاب مفتوحه لورا، الجنب ده كله كده مفتوح لورا وراجع بكسره كده وراجع بكسره كده وراجع تاني بكسره كده، فالجزء ده كده كله مش منتظم. فعشان انا اضيع الكلام ده كله فاخدت هنا الدولاب في الحيطه دي كلها. تمام. وعملت هنا جزء استكمال للدولاب ويندو سيت، عشان هنا الجزء الخلفي ده هو اللي فيه الفيو. تمام. فعملت هنا الجزء ده ويندو سيت، وعملت هنا الجزء بتاع التسريحه بالدلايه دي. تمام. بالكرسي بتاع التسريحه، والدولاب هنا عملته لحد السقف قدام السرير على طول، والشاشه اخدتها على الجانب. بعد كده عندي الجزء ده هنا، ده الباب، احنا عاملين ده الباب عاملينه جزء من التجليده. تمام. بدخل بلاقي الحمام بتاع غرفه النوم الماستر. المساحه زي ما احنا شايفين كويسه جدا. عملت هنا المرايه تكون مساحتها كبيره على اساس ان الحمام هنا في المدخل ضيق شويه وبعد كده بيوسع معايا جوه. فعملت المرايه وعملت وحده حوض كبيره، وعملت هنا الجزء بتاع البانيو. تمام. والتويليت هنا في الجزء الداخلي لوحده في جزء مستقل، ونزلت الدلايات دي والاكسسوار الجولد عشان الموضوع كله يتماشى مع بعض. تمام. بعد كده ندخل على الجزء اللي بعده. هنا ده بقى غرفه الليفينج. الجزء ده كده جزء معمول كغرفه ليفينج، ودي حاجه جميله جدا غالبا بتبقى موجوده في الفيلل. يعني اما يعني قليل قوي لما بلاقي شقه موجود فيها جزء ليفينج مفتوح كده مع الممر ما بين الغرف، مش مساحه مثلا مقفوله او غرفه لوحدها بتتعمل ليفينج. لا، هنا في ميزه كويسه جدا ان الريسبشن واسع، والجزء بتاع الليفينج روم بتاخد بعيد عن الغرف ومتاخد برضو بعيد عن الريسبشن. فانا بعيد ان انا بهدل البيت والكلام ده كله، لا هي مساحه مخصصه. تمام. بقدر ان انا يكون فيها المعيشه بتاعه اهل البيت. فهنا الجزء بتاع الليفينج عندي هنا برضو بلكونه تانية بتطل برضو على الفيو. تمام. وعملنا الليفينج هنا ال شيب، وعملنا كده كرسي عشان يبقى ماشي مع الكوشن اللي موجوده، وعملنا الجزء ده هنا في الشاشه الاساسيه، والمكتبه دي طبعا لسه في اكسسوارز هيتحط عليها. تمام. وعملنا هنا كوفي كورنر عشان ما اضطرش اروح لحد المطبخ مثلا عشان اعمل مشروبات او حاجه بالاكسسوار بتاعه. بعد كده اخش على الغرفه اللي بعدها. تمام. دي غرفه الاولاد. تمام. طبعا غرفه الاولاد برضو المساحه كطول كويسه جدا، فيها معايا شويه شطلات بس قدرنا ان احنا نتعامل معاها.
عملنا دولاب مساحته كويسه جدا، الاتنين سرير 1.20 متر بالتجليده اللي وراهم. تمام. وعملنا هنا برضو ويندو سيت عشان اقدر برضو استغل الفيو، فلو حد مثلا هيقعد على تشات او حاجه فممكن هو يقعد هنا ويستغل الجزء بتاع الفيو. وهنا كده عملنا الجزء ده مكتب او مكتبين، ممكن يقعد مع يعني يقعد حد هنا ويقعد حد هنا، فالجزء ده عملته زي مكتب بالادراج بتاعته. تمام. ودي اليونت او الوحده بتاعه الشاشه، والجزء ده هيبقى زي تسريحه للاولاد، يعني في ادراج برضو والمرايه ممكن هم يستخدموه كتسريحه. بعد كده عندي اخر غرفه، غرفه البنت. تمام. زي برضو ما احنا شايفين المساحه الحمد لله كويسه، او المساحه مناسبه. تمام. عملت هنا دريسنج حرف ال. تمام. دي ضرفه طبعا من ضمن الظرف بتاعه الدريسنج، احنا بنعمل دايما في غرف النوم او في غرف البنات بالاخص بتبقى ضرفه معموله خشب، ما بنفضلش انها تكون ازاز، على اساس لو في حاجات مثلا عايز هتتحط مش حابب انها تبقى باينه من الازاز فتتحط في الجزء ده. وعملنا الباقي ازاز، وفي الاضاءه طبعا الداخليه. وعملت لها برضو هنا ويندو سيت بس مساحته طبعا اكبر شويه عشان برضو تقدر تستمتع بالفيو بتاع النادي. وهنا كده الجزء ده كله او الحائط ده كله اشتغلت عليه ان انا اقدر اعمل فيه برضو هنا تسريحه، واعمل يونت، واعمل لها مكتب برضو لو هي حابه تذاكر وتحط مثلا الاكسسوارات بتاعتها او الحاجه بتاعتها. والجزء ده عملت فيه السرير والاتنين كومود زي ما انتم شايفين. ومساحه الحركه الحمد لله كويسه جدا ومناسبه جدا، وكل شيء طالع الحمد لله زي التصميم بالظبط. يا رب الموقع يكون عجبكم، يا رب الافكار والتفاصيل اللي فيه تكون عجبتكم. وان شاء الله رب العالمين انتظروني في موقع تاني جديد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يكون افضل واحسن من ده. مع السلامه.